جملة جميلة وخلّي بالك منها عشان في طلاب كتير بتخطأ فيها. خلّيني أقول لك إن هي لو معاها قريب اللي هو المصدر، فIF هنا معاها في الاختيارات ما تمشيش. يبقى الحل إيه يا جميل؟ الحل إن أنت بشويش كده هتستبدل If بshould. هو ينفع should تيجي بمعنى If؟ should بتيجي لو جات should في أول الجملة يبقى معناها لو، وفي الحالة دي هتروح للقاعدة بتاعتها اللي هي إيه؟ إن هي حضرتك هتجيب معاها بعد الفاعل سواء كان مفرد أو جمع فعل مصدر. يبقى هو لمّا ييجي يقول لك يا جميل If والّا should he arrive early the meeting will start at once. تقول لي ده هي معاها قريب؟ أيوه. تقول لي خلاص يا باشا يبقى أنا هنا if ما تمشيش. أقول لك أُمّال هتختار مين؟ تقول لي هاختار should بشويش. وهاقول لك جملة جميلة أوي وخلّي بالك منها واكتبها واحفظها حلو. الجملة بتقول إيه؟ should he need any help just let me know. يعني إيه؟ يعني لو هو احتاج أي مساعدة بس عرّفني. يبقى أنت خلّيك عارف يا جميل إن ممكن مع should ييجي الشِق التاني الفاعل والمصدر، وممكن ييجي الشِق التاني الأمر أو النهي. الأمر إن الفاعل يكون في صيغة المصدر، أو النهي إن الفاعل يكون في صيغة don't والمصدر. تركاية جميلة خلّي بالك منها. should في أول الجملة مش معناها ينبغي. should في أول الجملة معناها لو، وبييجي معاها بعد الفاعل المصدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.